خطاب إلى الدور 77 لجميع الأوامر الأمم المتحدة. البعاتي شنو؟ ادينا واحدة من رومانسياتك العجيبة ده. الجمون أول بنوت نيام درسونا بالتوش الدريس. شنو؟ ما دارين دي، ادينا واحدة كويسة. سميرة أنا أفضل التلفون، سميرة أنا أفضل التلفون، سميرة في المجلس مجمل، سميرة بديرين يا الله. سميرة أنا أفضل التلفون، سميرة أنا أفضل التلفون، سميرة في المجلس مجمل، سميرة بديرين يا الله. سميرة في المجلس مجمل، سميرة في موسيقى زيك كده. تعال موسيقى زيك كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم مقطع جديد من برنامج واقعنا. عارفين واقعنا الداير الآن شنو في واقع. طبعا جينا نثبت لكم حميد حل موجود ولا ما موجود. ركز كويس، الأدلة اللي نديك بالشوالات ده ميز بعقلك براك تعرف حميدتي حي ولا ميت. تسجيلات القايد بيجينا سواء كان فيديو أو سواء كان تسجيل صوتي كله بتعرف حقيقة ولا فك ساكت. أول ما بدأ اندلاع الحرب منذ 15 أبريل حصلت كده تسريحات غريبة جدا بين حميدتي والبرهان. تسريحات بتاع حميدتي طبعا بعض مرات بخمج ساي، يعني ما عنده أي معنى، يعني بعض مرات بيتكلم كلامات كده كيف نبنيه من احنا بنفرتك، ما قاعدين نبني، قاعدين نفرتك. مرة كده عملوا معه لقاء من أحد من القنوات الرسمية، يعني مذيعة سألته تعرف قال لها شنو؟ قال لها برهان ذاتي أصله هو ما قاعد بسلي. يتخيل يعني زول مسؤول لدرجة زي ده يقول كلام تافه زي ده في الإعلام. وتاني مرة برضو عملوا معه لقاء نامين سألوا أين توجد مكانك الآن؟ قال أنا نوجد في أي مكان، في شرق النيل، في بحري، في أم درمان، في الخرطوم. فبحسسك إنه يعني ده زول ما مسؤول، يعني ده زول مسؤول يدير السودان. فالله خالق. فبعد كان بيسحر في تسريحات، كان بطمن جنوده وبطمن بعض أنصاره اللي هو ماسكين انه حميدتي هو بيجيب الديمقراطيه وما اشبه ذلك. ففجاه اختفى لنا من المشهد. ظهر اخر مره لنا في الفيديو ده. الله اكبر، ايدك فوق، ابشر ايدك فوق، ايدك فوق. المهم بعده اختفى لنا تماما من الاعلام رسميا، يعني بقى بيسحر لنا بالتسجيلات. هي يعني ماسك رئيس بتاع مجموعه بتاع اسره. فبعد مرات بيطلع لنا بالتسجيلات، وبعد مرات بيطلع لنا فيديو صورة وصوت. زي أول مرة يسحر لنا فيديو صورة وصوت داخل وسط جنوده. فالفيديو ده يعني بثبت لك إنه مهما تحاول تنزله بجودة عالية ما بتقدر تنزله، عشان أنت المشاهد ما حتقدر تركز في الموضوع ده خالص. فده براك يا أخوانا ميز. ده دليل الأول، يعني أنت في الفيديو ده أنا بتحداك الآن امشي حمل الفيديو ده لو لقيته بجودة عالية. تعال اكتب لي في التعليقات بديك اي حاجة كويس. بعده ظهر لنا تسجيلات صوتية كثيرة سواء كان 4 دقيقة او 20 دقيقة. فده كله تسجيلات فك يا اخوان بالذكاء الصناعي. لو ما مصدق امشي راجع خطابات حميدتي الزمان، راجع خطابات بتاع حميدتي الآن. فآخر مرة ظهر لنا في فيديو الخلانا إنه لازم نثبت للشعب السوداني إنه فيديوهات ديل ما حقيقة والتسجيلات ديل ما حقيقة. صدقوني يا أخوانا. خلينا أشرح لك حقيقة الفيديو الأخير. ركز كويس. طبعا أنت خش الفيديو ده أسباب الفيديو بتاعت حميدتي الأخير. أول حاجة نفتح الفيديو. بعد ما فتحنا الفيديو طبعا خلينا خطاب بتاع حميدتي يستمر ويبدأ. طبعا انا بجيب لكم الصوت، بجيب لكم الصورة، يعني انا مركز في الصورة اكتر من الصوت، لانه يعني الصوت اسهل شديد يعني من التسجيل. يعني الصوت ده ممكن في اصوات كثيرة ظهرت لحميدتي انه قاعد بغني، وظهر زي ما في بداية الفيديو سمعتوا وشاهدتوا انه هو قاعد بغني وكده، لكن الدبلجة بتاعت الفيديو شوية صعب. يلا اول حاجة نبدأ لكم، ركزوا تماما. اول حاجه في جبهته فوق، يعني جبهته فوق فيها يعني اثر بتاعت انه الوان، يعني في دائره كده في جبهته كده في اثر بتاعت الوان ما ثابته، يعني تلقى يعني بقلب لك لون احمر شويه ولون لون بشرته الاصليه شويه. ثم ثانيه تنزل تحت، شوف على
خشمه، والتحركات بتاع خشمه يعني تحرك بتاع دي حاجة متطورة في عصرنا الآن 2023 ده، دي حاجة سهلة شديد. ثم تانية أنزل تحت في صدره، يعني صدره كده، في صدره كده تلقاه يعني في صدره كده تلقاه إنه تلقى لون فاتح، واللون الفاتح ده يعني اللون الأحمر ده بنثبت لك ما شنو. بس دليل تاني، تابع في الخطاب شوية لقدام، تابع يلا شوف رفعت يدينه هنا، طبعا ثبتنا لك رفعت يدينه هنا، يلا شوف يدينه بيختلف يا اخوانا من بشرته بتاعت جبهته وبتاعت ومطابق مع بتاع رقبته. العلامة الصغيرة الحمراء بتاع زمن رفع يدينه كده عايز يحط له ذبابايه ولا شنو. طبعا هو حاجة وهمية يعني، انتوا مصدقيني كويس يا اخوانا. زي ما شاهدتم طبعا اديناكم دليل الاكبر ودليل الثابت، دليل الاهم في داخل الفيديو ده. من هنا بتتجه لك انه يعني في حاجات كثيره يا اخوانا وهميه عن طريق الدعم السريع يعني. طبعا في ادله كثير شديد، ففي الفيديو ده ما نقدر نكفي لكم بصراحه، جبنا لكم الزيت البسيط يعني. طبعا هنا ما نقدر نثبت ان حي ولا ميت، لكن في النهايه ده الحقائق اللي ظهرناها لك، انت براك بتميز. وامشي للزباله ده على كب لنا فيه. فده نهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو فلا تنسى تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، نقول لكم ولا بس.